النوم Yuxu حكمة من الله سبحانه وتعالى، فيه راحة الإنسان وفيه الطمأنينة وتجديد النشاط وتجديد عمل الفكر. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع مستوى النوم عندنا من المعنى البشري الطبيعي إلى معنى العبادة والمعاملة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد الواحد منا أن ينام هناك آداب وسنن كثيرة كان يعمل بها صلى الله عليه وآله وسلم. أولها أن يستعد للنوم مبكرا ليتهيأ للاستيقاظ قبل الفجر. وإذا أراد النوم يسن أن يتوضأ ويستاك، يسن أن ينفض فراشه لعله يكون في فراش الشيء. وعليه إذا أراد النوم أن ينام على شقه الأيمن، ويسن أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. ويسن أن ندعو بالدعوات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل قولي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكذلك قراءة آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون. ويسن أن نقرأ الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات في كل مرة، ننفث في أيدينا ثم نمسح على أجسادنا. وممكن الأب أو الأم يعملوا كذلك لأولادهم، فإن هذا في حفظ وفي دفع كثير من البلاء. ويسن كذلك قبل النوم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، وأن ينام الإنسان على قلب جميع الخلق. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ تعجب الصحابة وقال ما أبا ضمضم يا رسول الله؟ كان رجل من المسلمين، رجل عامة المسلمين، كان إذا أوى إلى فراشه يقول يا رب إني تصدقت بعرضي على المسلمين، من آذاني من تكلم علي من أتابني عفوت عنهم وسامحتهم كلهم. فهذه المسامحة تجعل الإنسان ينام على قلب أبيض وطاهر. Şolay etmege tarıktır Müslüman özün yüreğin Allah'tan geçirmek için. كان من شأن الحبيب صلى الله عليه وسلم عدم الرفاهية الكثيرة في النوم. كان ينام على الحصير وينام على الجلد وينام حتى نام صلى الله عليه وسلم على التراب. وكان له شريك لكنه كان من الحبال. دخل سيدنا عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على الحصير في الحر، وجده يعرق والحصير أثر في جسمه تأثير خطوط حمراء. قال له رسول الله ما يبكيك يا عمر؟ قالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الفرش الوثيرة وأنت رسول الله تنام على الحصير. قال يا عمر وما يضيرني إن كان له الدنيا ولنا الآخرة. هذه قاعدة وضعها رسول الله ينبغي للإنسان أن يعيشها، وهو التبسط في النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أطال النوم ليلة فقال ماذا فعلتم في فراشي؟ قالوا طوينا فراشك يا رسول الله أي جعلوه أسود. فقال فإن ذلك منعني قيام الليل. الإنسان ينبغي ألا يترفه في النوم حتى يتمكن من قيام الليل. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد رجلا نائم على بطنه فحركه برجله وقال له قم، Bulaylık Allah'ın açığını çıkar diye. Başka yerde ayıttılar, cehennem ehline yatırdı. من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم القيلولة، وهي أن ينام الإنسان نوما خفيفا قبل الظهر يستعين بها على قيام الليل بعد ذلك، لكن تكون نوما خفيفة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم بعد الفجر وبعد العصر، لأن هذه الأوقات يقسم الله سبحانه وتعالى فيها الأرزاق. Adamların birileri gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kanıtlanma uyku yolukta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فعلمه رسول الله هذا الدعاء: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدي ليلي. وإذا رأى الإنسان شيء يزعجه في منامه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننفث إلى جهة اليسار 3 مرات. من السنن المهمة أن يستيقظ الإنسان قبل الفجر.
bir adam gün çıxaca yuxular. Şu işini Peyğəmbərimizə xəbərləndə olaytan, o insanın qulağını şeytan sigəndə. Nəgə tuğulda namaz zamanı gələyində də o yuxulay. ومن سنن رسول الله عند الاستيقاظ من النوم أنه كان إذا استيقظ مسح بيديه وجهه أي مسح النوم عن وجهه ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله ويستاك ويتوضأ ويصلي أخبرنا أن الشيطان إذا نام Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etqan insan yuxulayanda şeytan başına 3 gün tüyünləyir. Adam Allah istəyəndə bir çəkilir. Son namazında ikinci çəkilir. Son namazlarında üçüncü çəkilir. Son insan savvayılığında yengil qarqalarlanır. O emisi erincilik, havuz qarqalarından alır. Kim yuxunu edəblərini saxlasa, yuxusu olar geçi yuxlamayı tuvanlıqdan olur. İlm aslayda boğan, ben umulayman yuxumdan uyanında umulayazanıdır. Biz biləbiz, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözler yuxlasa da yürək yuxlamay boğan. Biz de unutmayız, eğer de biz Peyğəmbərimizin edəblərini sağlasaq, bizdə boğacaq, bizdə yuxlamay tuvanlıqlarını, sırlarını ağlardır. Allah da bizi siləsin, düşübüzdə Peyğəmbərin tuvanlıqlarında ahirette bir cevabında. Onda Allah-u Teala etqan sözünü bereketidir. Ayet hey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adamına, eğer de siz Allah'ın söz olsağız, mərtmə düşüqüz, şu zaman Allah söz.